يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخ الكريم، أمة الإسلام أمة عظيمة، وحق لأمة قائدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون عظيمة. ومنذ ولادة هذه الأمة وهي تنتج لنا عظماء، حتى في زمن الضعف تنتج لنا عظماء. لماذا؟ لأنها أمة ربانية تحمل منهجا عظيما، وهي رسالة الإسلام والقرآن والإيمان، بل وتتسلح بسلاح عظيم وهو الإيمان. ولذلك لاحظ الفرق بيننا وبين الأمم السابقة. حينما يتكلم الله تبارك وتعالى يريد أن يتحدث مع الأمم السابقة، فمثلا أمة بنو إسرائيل قوم موسى عليه السلام يقول لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لماذا؟ يذكرهم ربهم تبارك وتعالى بالأمور التي يحبونها. هم أمة مادية، يحبون النعم، يحبون المادة، يحبون الأكل، الشرب، الطعام والشراب. إنما هم أمة مادية سلبية، لا يتحركوا لا يعملوا. ولذلك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فيذكرهم ربهم سبحانه وتعالى بالأمور التي يحبونها. فأمة سيدنا موسى أمة سلبية، لا تستطيع أن تتحرك، لا تريد أن تعمل، لا تريد حتى أن تدافع عن نفسها، لا تريد أن تخرج نفسها من ظلمة الجهل إلى نور الهداية. ولذلك اللي تبع معنا قصة سيدنا موسى، قلنا بأن سيدنا موسى تربى في قصر فرعون في مصر، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدين، ثم تزوج في مدين وعشر سنوات في مدين، ثم أراد أن ينزل مصر مرة ثانية. وهو في طريقه إلى مصر ناداه ربه سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون. يأمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فقال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أنا قتلت واحدا منهم يا رب، فأخاف أن يقتلوني بهذا الذنب. وبالفعل نزل موسى عليه السلام مصر مرة ثانية، وذهب إلى فرعون يدعوه إلى ربه تبارك وتعالى وإلى عبادة الله جل وعلا. ولكن فرعون عانى، ودار بينهم حوار كبير يدعو المسلم إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى دائما، ويذكر المسلم دائما أن قوة الله تبارك وتعالى لا تفوقها قوة، وأن سلطان الله لا يفوقه سلطان، وأن عظمة الله لا تباهيها عظمة. ثم بعد ذلك أراد موسى عليه السلام أن يأخذ قومه فرا من فرعون الذي كاد أن يتربص به دائما. فقال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي
عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بمنطق الأسباب البحر أمامهم والعدو وراءهم، إذا هم مدركون لا محالة. إنما موسى عليه السلام لما تكلم بمنطق من؟ بمنطق مسبب الأسباب. بمنطق الأسباب نحن مدركون لا محالة، ولكن بمنطق مسبب الأسباب كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. الشاهد في هذه القصة أن قوم موسى قوم سلبيون، لا يريدون أن يعملوا، لا يريدون أن يتحركوا، لا يريدون حتى أن يدافعوا عن أنفسهم. فلما نجاهم الله تبارك وتعالى من موسى عليه السلام من فرعون عليه لعنة الله مع موسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى خذ يا موسى شعبك إلى الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شوف بقى السلبية، حتى يعني لم يريدوا أن يدافعوا على أنفسهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. الآية الأولى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وبعدين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اذهب يا موسى أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا جالسون. إحنا مش هنتحرك من مكاننا، إحنا سلبيين، إحنا ما عندناش استطاعة أن نعمل، ما عندناش القدرة أن نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. ولذلك جزاؤهم قال الله تبارك وتعالى قالوا إنا هاهنا قاعدون فاذهب أنت وربك إنا هاهنا قاعدون. فعقابهم أن الله تبارك وتعالى جعلهم يمكثون في الأرض 40 سنة تايهين كده، مش عارفين مصيرهم ولا عارفين سبيلهم ولا عارفين رايحين فين ولا جايين منين. لماذا؟ لأنهم قوم سلبيون لا يستطيعون أن يتحركوا، ليس عندهم استطاعة أن يتقدموا خطوة إلى الأمام. ولذلك أمة الإسلام أمة عمل، أمة كفاح، أمة جهاد، أمة ربانية. فلما يجي ربنا يكلم قوم موسى يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إنما لما يجي يكلم أمة الإسلام يقول إيه؟ فاذكروني أذكركم. هو ده الفارق بيننا وبين السابقين من الأمم، أننا أمة ربانية يدفعها الإيمان ويمنعها أيضا الإيمان. حتى مع الجاهل الأمي الذي لا يستطيع القراءة والكتابة حينما تحدثه بالقرآن، حينما تحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما تصرف عيناه بالدموع. لماذا؟ لأنه إنسان رباني دائما تربطه علاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك أمة الإسلام في زمن الضعف قبل زمن القوة
تنصرف أذهان الناس إلى أي شيء؟ إلى الهجرة، الصحبة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حينما يذكر أبو بكر تسرح إلى قليلا مع الإنقاذ تراقة، وأبو بكر يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الغار. مشاهد ومواقف. لماذا؟ لأن أبي بكر بذكائه استطاع أن يحفر اسمه في أذهاننا، فكلما قرأنا عن أبي بكر وكلما سمعنا اسم أبي بكر انصرفت أذهاننا إلى الهجرة. علي بن أبي طالب، حينما يسمع الناس سيرة علي ويسمع علي بن أبي طالب ينصرف أذهان الناس إلى أي شيء؟ إلى التضحية. ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن المشركون يتربصون به ليقتلوه، ولكنه استطاع أن يعمل عملا جميلا ظل في أذهان الناس وسيظل إلى قيام الساعة. حينما تسمع سيرة عمر بن الخطاب تنصرف أذهان الناس إلى أي شيء؟ إلى العدل، إلى القوة، إلى الشجاعة. أول من فرق بين الحق والباطل، ولذلك سمي بالفاروق. أول من هاجر من مكة إلى المدينة جهرا علانية أمام الناس. كان الناس حينما يريدون أن يهاجروا من مكة إلى المدينة يهاجرون سرا، يترقبون المشركين حتى لا يرونهم. أما عمر رضي الله عنه فقال من أراد أن يرمل زوجته أو أن ييتم ولده فليلحق بي وراء هذا الجبل. عثمان بن عفان، حينما يذكر عثمان يذكر الكرم. يجهز جيشا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا من ماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا استطاع هؤلاء العظماء أن يفحروا وأن ينقشوا أسماءهم في أذهان الناس، فحينما تذكر أسماءهم ينصرف أذهان الناس إلى أعمالهم. وهكذا أمة الإسلام دائما تنتج عظماء، وستظل إلى قيام الساعة تنتج عظماء في زمن القوة أو في زمن الضعف. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام المالك، البخاري، مسلم، هؤلاء كلهم استطاع كل واحد منهم أن يعمل عملا لنفسه وأن يصنع تاريخا لنفسه وأن يكتب سيرة لنفسه ستظل إلى قيام الساعة الناس يتدارسونها. ولذلك شوف الأنبياء عليهم السلام، ربنا يقول عن سيدنا إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. سيدنا إسماعيل ما وعد بشيء وأخلف، ولذلك صار عملا له وصار راية له أنه صادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى سيدنا إسماعيل تميز به أنه صادق الوعد. نيجي على سيدنا إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديق صيغة مبالغة من الصدق، يعني لما أقول فلان صادق أي أنه ما تكلم إلا بالصدق، وربما كذب مرة أو مرتين، لكن لما أقول صديق لا ده حاجة ثانية خالص، ده فكر ثاني. إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فحينما يذكر الصبر يذكر من؟ سيدنا مين؟ سيدنا أيوب. إذا استطاع كل واحد منهم من هؤلاء العظماء
أن يجعل لنفسه عملا. حينما يذكر اسمه يذكر إيه؟ عملا. فهل يا ترى حينما أذكر أنا وأنت وهو إلى أين تنصرف أذهان الناس؟ هذه رسالتي إليك اليوم. لابد أن يكون لك عمل ينسب إليك في حياتك وبعد مماتك يظل الناس ينتفعون به، حتى ولو كان عمل بسيط، عمل صغير. نحن أمة عمل، نحن أمة عمل، والعظماء من أمتنا استطاع كل واحد منهم أن يعمل لنفسه عمل، أن ينسب لنفسه عمل. حينما يذكر اسمه بين الناس يذكر عمله. فأنا وأنت لابد أن يكون لنا عمل. حينما نذكر بعملنا. وهنيئا لمن ذكره الناس بالخير، وخسران من ذكر بين الناس وتذكره الناس بالشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيحا للشر ومغاليقا للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده. من الناس من إذا ذكر بين الناس حيا أو ميتا قالوا وفقه الله، يدعو الناس له بالخير. والله مشى بين الناس بالمعروف وأصلح بين الناس. والله الفضل في العمل الفلاني ده بعد الله تبارك وتعالى يرجع إلى هذا الرجل. يا ليت يوما من أيامه، ويا ليت ليلة من لياليه. كما ذكر لما ذكر أبو بكر في حضرة عمر، بكى عمر بن الخطاب وقال: يا ليت عملي عمل ليلة من ليالي أبو بكر الصديق. فليلة سار فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فقال أبو بكر: والله يا رسول الله لا تدخل حتى أدخل قبلك. فدخل أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر المكان من الثعابين والحيات، فوجد شقوقا فمزق ثيابه وسد هذه الشقوق. ثم جلس أبو بكر واستراح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. نام شوية كده، أيهم شوية على رأس مين؟ أبو بكر. فجاءت حية فندبت أبا بكر، ولكن أبا بكر لم يستطع أن يتحمل نبضتها، ولكنه لا يستطيع رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، ولكنه لم يستطيع أن يتحمل. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى نزلت دموعه على خده، فنزلت دموع أبو بكر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبو بكر مدرته حيا، ولكنه لا يستطيع أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمة، شوف العمل. أنا وأنت لابد أن يكون لنا عمل. سواء كنت طبيب لابد أن يكون لك عمل ينسب إليك في الطب. مهندس اعمل عمل ينسب إليك في الهندسة. مدرس اعمل عمل يذكرك به طلابك، سواء كنت حيا أو ميتا. إلى الآن نذكر أساتذة وعلماء ماتوا من عشرات السنين، ولكنهم وضعوا رسمة في أذهان الطلاب وفي أذهان التلاميذ وفي أذهان الناس، حتى نقول رحمهم الله تبارك وتعالى. لولاهم ما كنا تعلمنا شيئا. في الهندسة، في الطب، في الزراعة، فلاح في حقله تستطيع أن تعمل عملا ينسب إليك. ولا زلنا إلى الآن نذكر آباء وأجداد فلاحين في حقولهم كل واحد منهم عمل شيئا ينسب إليه. والله هذا الحقل وهذا المكان وهذا الماء ما وصل إلى هذه المنطقة من الأراضي إلا بفضل فلان بعد الله تبارك وتعالى. لو استطعت أن توصل ماء إلى أرض لم يستطع الناس إيصالها فأنت نجحت في الحياة. إذا استطعت
أن يذكرك الناس في حياتك وبعد مماتك بالخير أنت نجحت في الحياة، وهذا ليس من العيب ولكنه فضل يمن الله تبارك وتعالى عليك به. ولذلك سأل إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء ربه تبارك وتعالى أن يجعل سيرته بين الناس إلى أن تقوم الساعة، وأن يظل الناس يذكرونه إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قال رب العزة تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. من منا لا يذكر ومن منا لا يعرف قصة الذبيح؟ حينما يذكر إبراهيم عليه السلام يذكر إسماعيل والذبح والاستسلام إلى أمر الله تبارك وتعالى، وستظل الأجيال إلى قيام الساعة تذكر إبراهيم عليه السلام مع الذبيح إسماعيل عليه السلام. إذن ليس من العيب أن يذكرك الناس في حياتك وبعد مماتك، ولكن من مات ولم يعمل شيئا يذكره الناس به فهو الخسران. ولذلك نعود إلى الكلام مرة ثانية: أمة الإسلام أمة إيه؟ أمة عمل، ليست أمة كسل. والسر في نجاح هؤلاء العظماء الذين استطاعوا أن يفعلوا لنفسهم أو أن يصنعوا لنفسهم تاريخ، إذا قرأت في سيرهم تجد سرا عظيما رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا السر، ألا وهو الإيمان. إن هؤلاء الناس آمنوا بربهم إيمانا قويا، إيمانهم ليس كإيماننا، إيمانهم تصديق وعمل. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس درجات ودرجات، ورفع مكانتهم في حياتهم حتى استطاعوا أن يصنعوا لنفسهم تاريخ، وسيظل الناس يذكرونهم إلى أن تقوم الساعة تصديقا لقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما دخل بلال بن رباح الإسلام وكان حسن الصوت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، فأذن بلال. وكان بلال رجل أعجمي لا يستطيع أن يتكلم بالعربية، فكان حينما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الشين سين. فكان الصحابة حينما يسمعون بلال يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يضحكون من بلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون من بلال، فبلال يقولها سينا ورب العزة يكتبها شينا. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلال مؤذن يؤذن في الناس، حتى إذا ما جاء وقت الصلاة يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، أرحنا من العمل، وأرحنا من الشقاء، وأرحنا من التعب. ما الذي جعل بلال يأخذ هذه المكانة؟ وما الذي رفع بلال إلى هذه المكانة؟ وما الذي رفع بلال إلى هذه الدرجة حتى اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن في الناس؟ إنه الإيمان. ولكن إيمانهم ليس كإيماننا، إيمانهم تصديق وعمل. أمة عمل، دائما أذكرك، أمة عمل ليس أمة كسل. إيمانهم كان عبادة، إيمانهم أخلاق، إيمانهم كفاح، إيمانهم تواصل بين الناس. لا تظن أبدا أن الإيمان كلمة تقولها وتصبح مؤمنا، لا، ليس الإيمان كالإسلام. الإسلام بمجرد أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خلاص أنت مسلم، دخلت صليت ذكيت حجيت، خلاص اكتمل الإسلام. إنما الإيمان منظومة كاملة، مش بمجرد أنت تقول آمنت بالله خلاص أنت مؤمن، لا. ولذلك قال العلماء: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، كلما تقربت إلى الله بالطاعات زاد إيمانك، كلما اتجهت
لابد أن تتغير. إذا رجعت من أرض الحجاز بالأخلاق السيئة التي ذهبت بها فإيمانك ناقص، حجك ناقص. إذا خرجت من رمضان بالأخلاق التي دخلت بها في رمضان فصيامك ناقص. إذا دخلت في الصلاة وخرجت من الصلاة بالأخلاق التي دخلت بها صلاتك ناقصة. إذا عبادة صحيحة ثم أخلاق حسنة، أن تترجم هذه العبادة إلى الأخلاق. ولذلك لو نظرت في العبادات كلها التي فرضها الله تبارك وتعالى على الناس ستظل غاية هذه العبادة هي تقويم أخلاق المسلم. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا يعود الإنسان التقوى. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا مقصد الزكاة أو من مقاصد الزكاة تطهير النفس من البخل والشح. الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذا تعويد الناس على أن يمسكوا ألسنتهم من القول الفاحش والقول البذيء. وهكذا أي عبادة وأي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المسلم غايتها الأخلاق وغايتها تكوين شخصية الإنسان المسلم. إذا ما الفائدة أنك تصلي وتزكي وتصوم وتحج وأخلاقك سيئة مع الناس؟ وهؤلاء الناس نراهم كثيرا بيننا في الصف الأول وفي صلاة الفجر وفي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأول من يحضر إلى المسجد كل يوم كل سنة بيروح عمره كل سنة بيروح يحج. بس منظر، بس شكل، بس كده صورة حركات وسكنات. لكن مع الناس في البيع والشراء، مع الناس في الجيرة، مع الناس في الحق، مع الناس في العمل شخص آخر تماما. هؤلاء هذا مؤمن؟ إيمان وعدم. إيمان يحتاج إلى عدل، إيمان يحتاج إلى أخلاق، إيمان يحتاج إلى تواصل مع الناس. هذه منظومة كاملة لابد للمسلمين أن يتعلمها، وأن يتعلم المسلم أن الإيمان لن يأتي في يوم وليلة، وأن الإيمان لن يتحقق بكلمة واحدة، وإنما كل يوم تزداد، وفي يوم تنقص ويوم تزيد مرة ثانية بقربك من الله تبارك وتعالى وبعدك عن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فكما أنت يا محمد تتعلم الكتاب تتعلم الإيمان. إذن علينا أن نتعلم أن منظومة الإيمان تتكون من ثلاثة أمور: عبادة، ثم بعد العبادة أخلاق، ثم بعد الأخلاق تواصل مع الناس. أن تترجم العبادة إلى أخلاق، وأن تترجم الأخلاق إلى أخلاق حسنة تتواصل بها مع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قاعدة فقهية بسيطة نوضحها قبل منزل. يقول العلماء من جهل شيئا يعلمه الناس فعذره غير مقبول. القاعدة دي أنا وضحتها قبل كده في مسجد آخر بس عشان تعم الفائدة. من جهل شيئا يعلمه عامة الناس فعذره غير مقبول. لما وزارة الزراعة تنزل قانون تقول اللي هيتعدى على الأراضي الزراعية هيجيله إزالة، وبعدين تبعت رسائل على الموبايلات وتنزل منشور في الجرائد الرسمية وتعمل حملة إعلامية على شاشة التلفزيون وعلى النت والأمور دي كلها، وشعب مصر 80 أو 90 مليون عرفوا إن اللي هيتعدى على الأراضي الزراعية
وبالفعل بعد شهر أو شهرين تنزل الحكومة على الأراضي الزراعية تزيد، فيجي واحد يقول إيه أنا ما كنتش أعرف، نقول له إيه؟ نقول له عذرك غير مقبول. ليه؟ لأن هذا الأمر يعلمه عامة الناس. هذا الأمر يعلمه إيه؟ عامة الناس. لما إدارة المرور تعمل طريق رايح وطريق جاي وتقول اللي هيمشي في الطريق المعاكس هيدفع غرامة 500 جنيه أو 1000 جنيه، وتعمل حملة إعلامية في التلفزيون وعلى النت والكلام ده كله، ولما يجي واحد يمشي في الطريق المعاكس تقول له تعالى أنت عليك مخالفة 1000 جنيه، يقول أنا ما كنتش أعرف، نقول له عذرك بشهادة غيره مقبول. ليه؟ لأن هذا الأمر يعلمه عامة الناس. وكذلك حينما يطلب رب العزة من المؤمنين أو من المسلمين أن يفعلوا عبادة ما أو أن يصلوا أو أن يصوموا، قبل أن يأمرهم بالصلاة أو قبل أن يأمرهم بالزكاة يعمل إيه؟ يرسل الرسل. لماذا؟ ليعلموا الناس. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ويزكي ويقرأ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما أرسل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عمل إيه؟ عمل حملة إعلامية بين الناس: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وبدأ يقرأ الناس القرآن ويعلم الناس القرآن، حتى ما كان الصحابة أن يحفظوا 10 آيات يتعلموها ثم يطبقوها ثم يطبقوا الأحكام اللي فيها وبعدين ينقلوا على 10. هذه كلها لماذا؟ حتى إذا ما جاء رجل ويطبق عليه الحد يقول لا لم أعرف هذا الشيء، نقول له عذرك بشهادة غير إيه؟ مقبول. فالأمور التي يعلمها عامة الناس زي الفتحة، زي الصلاة، زي الوضوء، هذه الأمور يعلمها عامة الناس. فلما حد يغلط في هذه الأمور نقول له عذرك بجهلك غير مقبول. ليه؟ هذا الأمر تعلمناه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فحينما تخطئ في هذا الأمر إذا خطأك أنت الذي تتحمله. لابد أن تسأل، لابد أن تتعلم. فبحثا جدا لما بدخل أتوضأ ولاقي واحد عنده 50 أو 60 سنة وبيغلط في الوضوء، وببقى حزين جدا أما بصلي جنب واحد عنده 30 40 سنة وبيقرأ الفاتحة غلط، وبحزن جدا وأنا في البيت وبسمع واحد بيأذن غلط، وبحزن جدا لما بلاقي واحد يجي يسألني يقول لي علمني الوضوء أو علمني الاغتسال. هذه الأمور يعلمها عامة الناس. إن كانت المسؤولية على الخطيب فالمسؤولية الأكبر عليك. اسأل، تعلم. العبادات الخطأ فيها أكبر من الأمور الدنيوية. العبادات ممكن تبقى عندك 50 سنة وطول حياتك بتصلي غلط، وطول حياتك بتتوضى غلط وانت مش عارف. اللي عنده شك في أمر ما لابد أن يسأل. ولا تقف ما ليس لك به علم، لابد أن تتعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. نسألك يا ربي أن تختم لنا بالخاتمة الحسنة، نسألك يا ربي أن تختم لنا بالخاتمة الحسنة. اللهم ارض عنا وأرضنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الله. سمع الله لمن حمده.